السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم بوصفة بتتكلم عن نفسها. وصفة يعني من كتر الالوان والجمال مش عارفة احكي عنها ايه. وهي التاي سلطة. السلطة دي تايلاندي، بس انا بعتبرها وجبة اكتر ما هي سلطة. من كتر ما هي فيها كم الوان وعناصر غذائية حلوة قوي. هتستمتعوا بيها وسريعة جدا. عشان نعمل وصفتنا محتاجين عيش صاج أو عيش تورتيلا أو جلاش. معاكوا 3 اختيارات، بتشتغلوا بأي حاجة متوفرة منهم عندكم. كمان بحتاج صينية اللي هي بتاعت الكب كيك، وشوية من الزيتون، زيت الزيتون سوري أو أي نوع زيت تفضلوا. بحط كده الورقة بتاعت العيش وبحط عليها الزيت، وبعدين بجيب واحدة تانية عكسها ونفس الشيء وبقلبها وبحط زيت عشان يتماسكوا مع بعض. وبعدين بحاول اضغطها كده في الصينية بحيث ان هي تاخد شكل وردة كده شوية. معلش، ممكن في البداية ممكن الموضوع يبقى صعب شوية في قصة الضغط في الصينية. يعني أول واحدة معايا عذبتني شوية، بس أما بتبتدوا تشتغلوا يعني الإيد بتمشي فخلاص تمام. الموضوع بيبقى سهل وبسيط يعني. اخدت واحدة تاني، عملت زيت وبعدين حطيت الورقة التانية ومن ورا نفس الشيء، وبعدين بدأت احطها تاني في الصينية وبعدل بقى في الاولانية شوية. هنا بقى بالراحة هي بوريها لكم. هنحط ورقة نحط زيت عليها، وبعدين التانية نحطها عكسها ونحط برضو زيت ونمشي عليها كده. بعد كده بنقلبها ونعمل برضو عليها الزيت، بحيث ان هي لما تدخل الفرن تاخد لون وقرمشة كده. بشكل كل الكمية اللي موجودة عندي بنفس الطريقة في الصينية، وبحاول ان انا اخلي دايما النص كده فيه واضح ان هو فيه فراغات عشان اقدر احط فيها الحشوة بتاعتنا. انا كده بعد ما شكلت الكمية اللي موجودة عندي هدخلها على فرن 180 10 دقايق، وهتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. كب ماسك نفسه، واخد شكل كده زي الوردة شوية، وفي النص فيه فراغ. بعد كده هجيب طاسة احط فيها شوية زيت، وكان عندي الهوت دوج بقطعه كده شرايح صغيرة. ممكن تستعملوا لحمة، ممكن تستعملوا فراخ، ممكن تستعملوا تونة، الحاجة اللي بتحبوها. في القاعدة يعني دي ممكن تغيروها. بعد كده بجيب كابوتشا وبقدونس وخيارة متقشرة وطماطماية وعيدان الخضرة بتاعة البصل الأخضر. تمام. هبتدي اقطع الخيار قطع برضو صغيرة قوي. لازم كل حاجة في التقطيع تبقى صغيرة عشان الكب مش كبير فيقدر يشيل معانا من كل حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نحطها فيه. قطعت الخيار وهقطع الطماطم برضو قطع صغيرة قوي، اصغر من اللي بنقطعها للسلطة يعني. وبعد كده هقطع برضو الكابوتشا او البقدونس الاول. هقطع البقدونس برضو سريعا كده، رفيع قوي زي ما هتشوفوا. تمام. وبعدين ايديا برضو في الهوت دوج بقلبه وبتابع التقطيع تاني. هقطع الكابوتشا كده شرايح رفيعة، وبعدين اخر حاجة اللي هو البصل. كده انا الحشو عندي جاهز. بجيب الكب بحط فيه شوية من الهوت دوج، وبعد كده بحط شوية من الخيار، بعدين شوية من الطماطم، بعدين شوية من البقدونس، وبعدين شوية من الكابوتشا. حبة كده محترمين. تمام. وبعدين هحط عليهم شوية من شرايح البصل، وفي الاخر خالص هيكون عندي الذرة الحلوة، الذرة الصفراء. هحط كده شوية من على الوش. لو مش متوفر ذرة وفي رمان ممكن برضو نحط رمان، مفيش مش مشكلة خالص. هو اصلا الالوان فيها يعني لوحدها يعني تغنيها يعني. بس هي في الاساس بيحط لها الذرة. نفس الشيء كررت العملية تاني في الكاب التاني اهو.
وكده الكمية بعد ما خلصت، بصوا الجمال، بصوا الطعامة. مش قادرة أوصف لكم، مش بس الشكل حلو ويخطف العين، لأ كمان الطعم حلو جدا. يعني الطبق ده اتنسى في وقتي. فأتمنى تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه فيها، ويا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة. وما تنسوش دايما تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في وصفات كتير جاية إن شاء الله. والسلام عليكم.